طيب وبعدين بقى في وجع القلوب ده، يعني مرة الفسيخ والنهاردة راس الخروف، يعني حرام ولا حلال اللي بتعملوه فينا ده يا جماعة؟ بجد يعني راس الخروف دي يخرب بيتها من الاخر. انا عمري ما اكلت راس خروف دي، اول حاجة. ثانيا كل ما اشوفكم بتاكلوها بالمنظر ده بجد بجد ببقى عاوزة اجربها. عاوزة اقولك ان انت بقى مسويها تسوية تمام التمام مع الصوص بقى الحراق ده والبصلة دي والفلفل الاخضر، يعني بيودوها في حتة تانية خالص. يعني وجعت قلبنا، بجد وجعت قلبنا. عاوزه اقول لكم يا جماعه، في كوريا او الصين احنا مختلفين شويه عن طريقه الاكل بتاعتكم، بس يعني انتوا بتقدموا الحاجه كده شكلها بيشهي الصراحه، مع الفلفل بقى والحاجات الحراقه دي. بجد يعني بتودونا في حته تانية خالص مع البخار بقى اللي طالع ده. الناس يعني بتموت يا فخري. طيب بعدين بعد المخ، على اللي بعده بقى، على اللي بعده يا فخري، على اللي بعده بقى. راس الخروف التانية بقى، ايوه بقى بجد من الاخر. اللحمة كده شكلها هبر يا جماعة، نازلة سايحة كده ومستوية على الاخر. طبعا الناس بقى اللي بتعشق لحمة الراس عارفة يعني ايه معنى تسوية راس الخروف بالشكل ده. ايوه بقى البصله دي يا جماعه بتحرق الدهون، يعني هي بتحرق الدهون وكمان مضاد في نفس الوقت. وكمان التوم اللي بياكلوه ده برضو مضاد حيوي. وعلشان يعني بعد الاكله دي ما يتعبوش. شايفين يا جماعه الجمال؟ مين نفسه بقى ياكل راس الخروف؟ يعني لو حد فيكم فعلا بيحب راس الخروف يكتب لنا في التعليقات ايه طعمها، ايه طعم الجوهره، ايه طعم يعني اللحمه اللي فيها او اللسان، او يعني كلها كده على بعضها شكلها مغري. فياريت بقى تكتبوا لنا في التعليقات اللي جرب لحمه راس الخروف. هي باينه يا جماعه، يعني هي باينه انها تحفه تحفه، يعني يخرب بيتها من الاخر مع البصل والشكل ده. يعني بجد يعني الواحد نفسه فعلا يجربها. شكلها يا جماعه بتتكلم عن نفسها، يعني شكل راس الخروف كده متسويه تسويه تحفه. الناس بقى بتاعت بابي ومامي وكان يوم الفسيخ برضو اللي هم بيقولوا يعا والكلام ده كله، ما تتفرجوش يا جماعه. في ناس عندها يعني احترافيه في الاكل وبتحب الحاجات دي جدا، احنا ما بنحبهاش لكن في ناس تانية بتعشق الاكل ده. ايوه بقى ودخل على الريش والكلام التقيل ده. واهم حاجه البصله دي يا جماعه، يعني دي عندهم احسن من الريش. اهم حاجه التوم والبصل يا جماعه، لازم تجربوا التوم والاكل ده، يعني لازم جنبه توم وبصل. ولو جربتوا بقى التوم والبصل يا جماعه مشوي، يعني بيودوكوا في حته تانية خالص. خلاص بقى انت اكلت وشبعت، نشوف بقى البنت اللي جايه دي وراس الخروف بقى الساخنه بتاعتها شكلها بجد واو. 先吃两只羊耳朵，咦，羊耳朵，كده على طول، يعني الجلد كده على طول، مفيش حتى بصة كده تشوفي في الجلد ايه. احنا عندنا هنا في مصر يعني بندقق على الحاجات دي قوي. 羊的天灵盖儿，طيب الناس اللي جربت راس الخروف يا جماعة، هو الجلد ده بيتاكل فعلا؟ يعني هو بيبقى جلد ولا بيبقى طبقة من مش عارفة، يعني العرق مثلا اللي بيبقى في اللحمة ده بيبقى ليه طعم يعني؟ 里头是烫的，我都给它扒拉开，它晾一会儿。哎呀，这一块腮帮子是最好吃的。عاوزة اقولك اللحمة اللي انت طلعتيها دي بجد شكلها مغري مغري، يعني شكلها بجد كده سايبة من بعضيها. وده عايز الطلب. عاوزة اقولك واو بجد، الحتة المهمة اللي في راس الخروف، يعني وهي بتفتح كده العظم بتاع الخروف وبتطلع بقى اللسان واللحمة بتاعة الخروف، شكلها واو بجد.
我就吃不了太烫的东西。 طيب انا مش شايفه معاكي بصله، ولا انت لسه ما اكلتيش البصله بتاعتك؟ يعني انت فين البصله؟ عايزه اعرف. 他们都说舌头上这不能吃，让我剥了再吃。好，我听你们的。这一层，这一层还真的不能吃，但是我之前都直接就吃了。 طيب كنتي شلتي الاول الطبقه اللي على اللسان قبل ما تسلقيها يعني، بس ما علينا، يعني هي برضو شكلها مغري. عاوزه اقول بقى للناس اللي بتعشق راس الخروف يا بختكم، والناس بقى اللي ما جربتش فعلا اكل راس الخروف يجربوها. وان شاء الله اجيب لكم يعني اكلات تانية وحاجات تانية تبقى حلوه كده ومفيده، وان شاء الله استنوا مني كل جديد. 有没有人爱吃羊眼睛的？